انت تعرف ان عيسى العوام ما كانش مسيحي؟ طب تعرف ان والي عكا ما كانش خاين؟ طب تعرف ان فيليب اوجست اللي كان طالع في فيلم ناصر صلاح الدين اللي قام بدوره عمر الحريري ما كانش ليه غير في الرجاله؟ بس كل الكلام ده ملناش دعوه بيه، عشان النهارده هحكي لك عن كارثه بمعنى الكلمه حصلت من بعد وفاه صلاح الدين الايوبي. اهلا بيكم في شقه شهره. سنة 1193 ميلاديا، وتحديدا بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي، واللي زي ما انت شايف الأرض بقت كلها تحت حكم المسلمين، واسترد وقتها القدس وبدأ ينشر العدل ويعالج المشاكل الداخلية اللي أصلا أدت لنجاح الحملات الصليبية قبل كده. بوفاة صلاح الدين تولى الحكم أخوه العادل سيف الدين، بس أولاد صلاح الدين نفسهم كانوا شايفين إن هم الأحق بالخلافة، فكل واحد بدأ يفرض سيطرته على جزء من الأراضي بحجة إنه الأحق، ودارت بينهم معارك طاحنة خلت العادل نفسه يهمل السياسات الداخلية للبلاد والشؤون الإدارية. النتيجة